ياهو ميناسان، معكم ميكو تشان. النهارده جايين لكم في فيديو سهل جدا ازاي تعمل شخصية فيتيوب حرفيا ببلاش بطريقة سهلة بسيطة. كل الفكرة بس هنجمع شوية حاجات فوق بعضها. هنروح على برنامج بنترست عادي، هنجيب من عليه ملابس شخصية الفيتيوب اللي احنا عايزينها، او لو انت بتعرف ترسم ورسمت ملابس حلوة جدا عايزاها صورة بس، مش عايزة اكتر من صورة بس اللي محتاجاها. فروح على بنترست وحمل اللي انت عايزه. كمان هات جسد، لو تعرف تجيب جسد زي ده مثلا اللي هو بيبقى الكاركتر بتاعتك سواء بقى تبقى ولد او بنت. وكمان عايزين شعر كمان، لو بتعرف ترسم شعر كده بص افصلي كل حاجة لوحدها. ده كل اللي انا عايزاه. طيب اول حاجة هنجيب الجسد وهنحطه في احد برامج الفوتوشوب عندنا، وليكن مثلا انا بستخدم كانفا، انا بصمم فيها. كل فكرة عايزة اجمع بس دول مع بعض، فحطيت الجسد فيها. طيب بعدين هحط الملابس فوقيه. انا جبت ملابس متناسبة مع وضعية الوقوف عموما، عشان ايديها جاية ممطوطة شوية فجبت لها ملابس زيها شوية. وبدأت اني احذف الاجزاء الزيادة، يعني مثلا عندها حتة عند الدراع كده شلتها، دي كانت في الملابس، وعند الدراع التاني كمان برضو هشيلها. وكمان العنق اللي موجود فوق برضو محتاج ان انا اشيله، اللي هو ده، لان اوريدي الكاركتر الجسم اللي انا جايباه كان فيه شخصية. طيب هنستناها لما تتحذف وتمام كده تم حذفها. هنروح نلاقيها بقى على الشخصية او الجسم اللي كان موجود ورا، بحيث ان هي تبقى متناسقة عليه. طبعا دي ممكن تاخد منك وقت شوية لحد ما تظبط، تشوف الملابس لما كانتش متناسقة مع الجسم الخارجي. ممكن كنت مثلا ترسمها انت او تعملها، لو انت بتعرف ترسم هيوفر عليك كتير. حتى لو انت ما بتعرفش ترسم كويس قوي، بس حتى على الاقل حط اساسياتك. ترسم الجسد وبس كده. مبروك عليك، كده الكاركتر بتاعتك جاهزة تمام. اهم حاجة الكاركتر يكون وضعيتها بتبص لقدام، دي اهم حاجة عندي. هنحاول ان احنا نظبطها حاليا. تمام، نعتبر كده تم التظبيط يعني الى حد ما. هندخل بعد كده على الخطوة الجاية، هنروح على الاستيكرات بتاعة برنامج كانفا. انا بحب كانفا عشان فيه استيكرات، واكتب سكارف. انا بس عايزة سكارف للكاركتر بتاعتي، فهنختار اي سكارف من الموجودين، عشان بس عايزة احطها على رقبتها، لان في الوصلة ما بين رقبتها وما بين الجسم بتاعها شكلها مش لطيف قوي. فانا قلت ايه، احط سكارف عليها كده كنوع من التغطية، يعني نوعا ما التغطية كده كويسة. تمام كده الجسم يعتبر جاهز. كل اللي انا هعمله بقى بعد كده، طبعا في انواع سكارفات تانية لو انت عايز تغير، يعني انا بس بحط ايه المتناسب معايا. هحدد كل الصور دي اللي انا عملتها كده، هحدد الصور دي الاول واضغط عليها كلمة تجميع اللي موجودة فوق دي. ليه؟ عشان اخليها كأنها صورة واحدة، معيش تشغلني بعد كده، يعني معيش تكون متقسمة. بعديها خلاص بقى هجيب الشعر واحطه فوق راسها. كل ده انا اللي بعمل الكاركتر بتاعتي من البدايه. لو جيت تبحث عن النت مش هتلاقي كاركتر بالشكل ده، مش هتلاقي شعراء كده ولا هتلاقي كده. طبعا يفضل لو انت راسم الملابس من البدايه عشان ما يجيش عليك اي حاجه، ولكن انا بعلمك في ابسط الامور. حطينا الشعر وركبناه على راسها وكبرناه وصغرناه، وبقى جزء الضفيرتين فوق ملابسها وشعرها كده تمام. يبقى الكاركتر كده هضغط عليها كلها تحديد واضغط عليهم تجميع، يبقى كده بقت حته واحده. كده الكاركتر كاملة، ناقصها حاجة واحدة بس وهي عينيها. هل هنرسم عينيها هنا؟ لا، احنا هنعمل خدعة كده بسيطة. خليك فاكر ان ده ابسط فيديو ممكن تعمله في حياتك، وهنحملها بس نخلي الخلفية شفافة. طبعا كل ده من على كانفا ونضغط تنزيل. بعد كده هنروح على برنامج فيتيوب ستوديو ونضغط مانج، وبعدين براوزر لوكال فايل عشان نروح نجيب الملف اوريدي اللي بتاع الايتمز اللي موجود جواه، بنفس خطواتنا العاديه اللي معتادين بيها. هنضغط على ايتمز وده ملف الايتمز الموجود. كل اللي هنعمله اروح اجيب الصوره اللي انا لسه محملها دلوقتي واحطها في ملف الايتم. يعني مش هحطها في ملف لايف 2 دي، لا، انا مش هستخدمها هنا كلايف 2 دي، انا هستخدمها كايتم. هقول لك دلوقتي ازاي. وادي اتحملت معايا وسط الايتم، يعني وسط الايتم اللي هي مثلا محمل نضاره، محمل كشاف، هو دول حطيت الملابس او الجسم ده كله وسطيها وعملته كايتم. طيب الخطوه اللي بعد كده هروح برضو نفس الملف اللي انا موجوده فيه، بس اختار لايف 2 دي موديل، يعني من البدايه فيتيوب بعدين اسيستنت بعدين لايف 2 دي موديل. طيب هختار كاركتر من اللي موجودين عندي اوريدي في البرنامج، او لو انا محمل كاركتر عادي تاني ما يفرقش، دي الكاركتر اللي كنا معدلين عليها قبل كده. انا مثلا اخترت اللي هي شخصية هيوري او هيكاري اللي كانت موجودة في الاول. المفروض ده الملف او الصورة بتاعتها اللي احنا متعودين احنا بنجيبه وبنحذف وبنغير الملابس منه. انا هحذف كل حاجة فيه حرفيا، مش هسيبها الا عينيه، العينين بس.
اللي هي الملحقات بتاعه العينين، يعني كأن انا بحذف الكاركتر بالكامل ومش عايزه اللي عينيه. فهمتوا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الصوره اللي احنا لسه حاطينها دلوقتي وهنركب لها العينين دي، فبالتالي العينين والبق هتتحرك مع الصوره بتاعتي. طيب هندخل بعد كده على برنامج فيتيوب ستوديو. ادي العينين بتاعتي، شاف شخصيه هيكاري ما عادش منها الا العينين بس، فين جسمها؟ انا حذفته من الصورة، ما سبتش العينين بس. هدخل بعد كده على الايتم من الستارز الموجودة وهروح ادور على الايتم اللي انا لسه محمله دلوقتي اللي هو الجسم كله بالكامل اللي انا لسه محمله. هتلاقيه اعتقد الاقيه في النهاية او موجود هنا اهو. طيب فانا ضغطت عليها وضغطت سيلكت، هخلي وجوده يكون ورا لان انا عايز العينين هي اللي تبقى قدام. وأدا كده تمام. احاول بقى ان انا اوسطنه والائمه مع العينين. طبعا انا بتحكم في حجم العينين وبتحكم في شكل الجسم كذلك، فانا عندي مطلق الحرية ان انا اعمله. طيب احنا كده بنحاول ان احنا ايه العينين، خلي ارجع ده لجنب شويه ونجيب العينين في الجنب عشان نعرف نظبطه، ونجيب ده في النص ونحجمه بقى في المكان اللي احنا عايزينه ونحط العينين فيه. هخلي الوقت العينين تلزق فيه، ما تقلقوش، هخلي العينين تلزق في الجسم كمان شويه. كده الجسم بتاعنا ظبطته. طبعا انت بقى تختار الكاركتر بتاعتك زي ما انت عايز، وبعدين تحاول تلقم العينين. يعني اعتقد كده نوعا ما مظبوطه. لو صغرنا بس الجسم سيكا او كبرنا سيكا ممكن تمشي. يعني كده مقبولة نوعا ما. رأيكم ايه فيها؟ كده انا بحاول اعمل لها الرياكشنات اللي موجودة في البرنامج. هتلاحظوا حاجة حاليا ان الشكل بتاعها بتاع العينين لسه ما لزقش في قلب الجسم، تحس ان الجسم كده منفصل عنها، بعيدة عنها. فانا هعمل ايه؟ هحذف مرة تانية واقول لكم على حتة تخلي العينين تلزق في الجسم. هروح احط الايتم ده مرة تانية او سيلكت بس، وانا بحدده هعمل مثلا المساحة بتاعته اللي هو ايه بين ايتم، هخليه اول ان هو ورا، وهعمل العلامة التانية. يعني بدل ما كان بين ايتم بس واحدة، لا انا ضغطت على العلامة التانية كمان اللي كانت تحتيها، فبالتالي كده هتخليها ان هي تلزق في، يعني يحصل لها بن، يعني تتعلق في بدبوس كده في قلب الكاركتر بتاعتي. وظبطتها مرة تانية اهو. واضغط ضغطتين على الديزاين. بعد ما تخلص تظبيط اضغط ضغطتين عليها لحد ما تحس الديزاين كده قام ناطط في وشك كده. ايوه شايفين الحركه دي؟ هي دي كده التاكيد ان هو تم الشبك فيه. لو بقى جبت اي مثلا من الحاجات اللي في الجنب انا بضغط عليها بشوف الكاركتر هتتحرك معايا ولا لا. ايوه شايفين كده الجسم بقى بيتحرك مع العينين اهو. بس في مشكله اللي هي ايه؟ اللي هي ان العينين بتخرج بره الوش احيانا لو ما ظبطتش نفسك بالظبط جوه الكاركتر. بس انت دلوقتي لما تيجي تكبر او تعمل، العينين شغاله مع السيستم بتاعك مع الشكل بتاعك اهو. بس المشكله انت بقى لو اتحركت جامد بقوه، العينين والبق بتقوم خارجه من جوه الملامح بالشكل ده. بس ارجع اقولك ان ده ابسط فكره ممكن تعمل بيها شخصيه فيتيوب ببساطه خالص. الصوره بتاعتي ازاي احولها لشخصيه فيتيوب؟ عن طريق ان انا اجيب الصوره بتاعتي دي واشيل منها العينين بتاعتها واستخدم العينين بتاعه البرنامج. لو انا مثلا حاولت ان انا اشغل الكاميرا حاليا، كل ده انا ما كنتش بشغل الكاميرا، كنت بستخدم اعدادات البرنامج. فهفتح اي في كام من عندي وفتحتها على الموبايل في نفس التوقيت، واحاول ان انا اخلي الاتنين مع بعض. حاليا شكل الكاركتر حلو جدا او يعجبني قوي عينيها مع اللون ده. بس بقى بيحتاج منك مهارة. انا حاليا بحاول ان انا اكبر الكاركتر او بحاول ان انا يعني اخليها تتحرك مع وشي. حاليا بحاول ان انا احاول ان انا احرك وشي كده مع الكاركتر واشوف هل الرياكشنات تمام معايا وبتتحرك وكده، فالموضوع تمام. بس المشكله زي ما قلنا ان العينين بتخرج بره الوش لو ما تحكمتش في ملامح وشك كويس. يعني بلاش تنطر فجاه كده او مثلا تعمل حركه رياكشن فجاه، لا احنا بس بنحاول ان احنا العينين والبق ان هم يتحركوا، ونحاول ان احنا نظبط نفسنا في النص كده واحنا بنتكلم. طبعا يعني فيها ديفوهات كتيره. لو انا كده كبرت الشاشه شويه وحاولت ان انا اتكلم، هتبقى كويسه كمحتوى بسيط او كوميدي ليك في البدايه. يعني حاول ان انت ما تورطش نفسك في حاجه قويه في البدايه. ده انا بتكلم انت واحد بتعمل الكاركتر بتاعتك من البدايه وبتحركها انت بالطريقه دي. تمام. اتمنى يكون الموضوع يعني عجبكم بطريقه او باخرى، ولكن دي يعني ابسط طريقه ازاي اني احول صوره لشخصيه فيتيوب تتحرك، عن طريق بقى ان انا اجيب لها العينين بتاعتها. اختار انت بقى شكل العينين بتاعتك من اي برنامج، ونتمنى لكم التوفيق. مع السلامه، سايونارا.